ها هو الكوتش عبد الرحمن يلتحق بالحصة التدريبية وفي انتظاره مجموعة من النسوة اللواتي قررن الالتحاق بقاعات رياضية بحثاً عن إنقاص الوزن أو نحت جسم مثالي. عندي فريق ندربو، كل واحد كيفاش نتبعو على حسب نوع الجسم ديالو، على حسب القدره المورفولوجيه تاعو. نركز خاصه على غونفورسمون مسكيلار، تقويه العضلات اولا، ثم نقدر ندير لهم تمارين كارديو خفاف للمبتدئين، وكل خطره كيفاش ندير على حسب البرنامج باش نبدل لهم الروتين وما يكرهوش من برنامج واحد. في القاعة المقابلة توجد فئة من الفتيات لا يتجاوزن 20، إقبالهن على المكان لمآرب أخرى قد تبدو غريبة ولكنها حقيقية: تحصيل عضلات مشدودة. Dans le sport ملي كنت صغيره وانا كنت ندير دونك جادور سا دونك صحيا كاين ثاني بيان سور ما كاش شكون اللي ما يحبش يخدم لو كور تاعو. حنا في المجتمع تاعنا يخمموا باللي الطفله ما تقدرش دير سبور والطفله ما تقدرش دير الحديد باسكو تخرج كي الراجل وهكا، بصح انا نقول باللي تقدر الطفله دير واش تحب اذا هي ديسيديت دير. الرياضة والغذاء السليم ثنائية متلازمة تحتاج الانصياع لنصائح وخطوات صارمة من مدرب أو مختص غذائي يوازن بينهما. نتبعهم حتى في التغذيه، خاصه التغذيه السليمه، خاطش في الاعوام الاخيره السمنه انتشرت، السمنه والبدانه انتشرت بزاف في بلادنا. نقدر نتبعهم يوميا، يصوروا لي الوجبات تاعهم واش كلا واش ما كلاوش، نتبعهم في التغذيه تاعهم. مهما اختلفت مقاصدهن من ارتياد قاعة الرياضة بين إنقاص للوزن أو بحث عن رشاقة الجسم، الأهم من كل هذا أن للرياضة فوائد جمة، فقط نجاعة ذلك تتطلب تدريباً وتأطيراً خاصاً.